شئتم ام ابيتم. الاباحيه بتلغي الحياء، والحياء هو خط الدفاع الاخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا ياتي الا بخير. طيب اول حاجه الاباحيه بتكسرها هي الحياء. لما الحياء بيروح ما بيقعدش فيه سقف خلاص، ولا حدود، ولا احساس بالذنب، ولا وعي. ساعتها الغلط بيتكاثر من غير ما بنحس. الاباحيه يا جماعه مش تطور، الاباحيه انحدار، مش تحرر، تفريغ الانسان من انسانيته. واللي بيقول كل الناس كده بيشارك في نشر المرض مش علاجه. تعمل ايه؟ اعرف انك مستهدف، ما تطبعش الغلط، رجع للحياء قيمته لو سمحت. حافظ او حافظي على جسمك او على جسمك. اختار او اختاري علاقتك كويس جدا لو سمحت. اقفل او اقفلي ابواب الحرام تماما ونهائيا، ولو وقعت قوم وكمل. التوبه دايما مفتوحه. الاباحيه مش حريه، الاباحيه قيد. والحياء مش ضعف، الحياء قوه وحمايه. خليك واعي، لان اللي يتعود على الغلط ما يتعودش او ما يعودش شايف الصح. خلاص ما بقاش شايف حاجه صح. اللي عايز يعيش محترم لازم يعيش بحدود. ده كان موضوعنا النهارده، كان موضوع مهم ودسم. لو شايف ان الحلقه دي مهمه وصلها، يمكن تكون سبب انقاذ حد من سكه خطيره زي اللي بنتكلم فيها دي. ربنا دايما يا رب يحفظكم ويهدينا ويهديكم دايما للصالح، واشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم.